فانا النهارده هقولك على الخطوات اللي تشغلي بيها يومك كله. اعتبري ان الفيديو ده هيساعدك على انك تكوني انسانه انجح، انسانه اسعد، لانك لما بتكوني مشغوله مش بيكون عندك اصلا اي وقت تاني تفكري فيه في اي مشكله في حياتك. وكمان هيساعدك على التقل، يعني لو انت عايزه تتقلي فعلا وتكوني بجد شخصيه تقيله، لانه لما تعملي كل الحاجات دي في يومك ابقي فكري بقى ردي على اي حد تاني. احنا بنقول نرد، يعني حتى مفيش مبادره بالكلام. ده فعلا هيساعدك انك تكوني شخص تقيل، بس تقيل بجد، مش تقيل على الفاضي، مليانه فعلا مش منفوخه هوا. السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ الفيديو ده هنعتبر ان هو استكمال للفيديو بتاع اسرار الجاذبيه. كنت قلت لكم ان من اهم الاسرار انك تكوني شخصيه جذابه انك تكوني مشغوله طول الوقت، ولكن تكوني مشغوله بجد وحقيقي، مش مشغوله انك بتمثلي ولا بتكذبي ولا بقى موضوع التقل والحاجات اللي انا بجد ما بحبهاش. وما بحبش ابدا النصايح بتاعه اتقلي واعملي نفسك مشغوله، ما بحبش كده. انا حابه انك تكوني فعلا شخصيه مشغوله، لان الشخص المشغول بيكون شخص جذاب جدا جدا. وشوفيها في العلاقات اللي حواليكي، بتلاقي نفسك غصب عنك حابه تكوني جزء من حياه الشخص المشغول ده، لان هو بيكون فعلا شخصيه جذابه جدا جدا. فانا في الفيديو ده هقولك على خطوات تخلي يومك كله مشغول، بيومك من اوله لحد اخره مشغول، لدرجه ان انت ممكن اصلا ما تلاقيش اي وقت حتى انك تكلمي اي حد. ودي بجد من اهم اسرار الجاذبيه، واكتر حاجه هتخلي الناس نفسها تكون موجوده في حياتك. لان الشخص المشغول بنفسه طول الوقت مش بس شخصيه جذابه، هو غالبا هيكون شخص ناجح. فالنجاح ده بيخلي الناس فعلا تبقى حابه ان هي تكون في الدوائر القريبه منك. اول حاجه لازم تصحي بدري. بجد يا جماعه ما تحاولوش ابدا تقنعوا نفسكم بحته انه انا شخص بكون فعال اكتر بالليل. يعني انا طول عمري كائن نهاري تماما، وعلشان كده الفتره الاخيره لما كنت بسهر، انا الحمد لله دلوقتي بقيت بنام الساعه 2 وده بالنسبه لي انجاز. ولكن ايام ما كنت بسهر حتى ما كنتش ببقى مبسوطه خالص ونفسيتي تعبانه. حتى الشخصيات اللي انا عارفاها في حياتي كانوا دايما بيحبوا السهر من ما هم اطفال صغيرين، وكانوا فاكرين نفسهم كائنات ليليه. لما بداوا يظبطوا نومهم لقوا ان فعلا حياتهم اتحسنت اكتر بكتير من لما كانوا معتقدين ان هم اصلا كائنات ليليه. فبجد احنا ربنا خلقنا كائنات نهاريه اصلا، فما تحاوليش تقنعي نفسك انك بالليل بتفكري احسن. بجد دي من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها غلط. حاولي دايما تظبطي نومك، انك تصحي، يا سلام لو تصحي اصلا الساعه 5 الفجر، ده احسن وقت ممكن اي بني ادم يصحى فيه، اصلا 5 6 بالكتير قوي. فده كده اول حاجه، اصحي بدري. بعد كده رتبي اوضتك، علشان لما بترتبي اوضتك اول ما بتصحي اولا نفسيتك بترتاح، بتحسي ان انت حواليكي كده رايق. وطول ما انت اللي حواليكي رايق، طول ما انت فعلا دماغك مترتبه. الموضوع ده مش هتفهموه او مش هتحسوه بجد غير لما فعلا تجربوا انك تعيشي في اوضه متكركبه. بتبقى انت نفسك ممكن يجيلك صداع. تخيلي انت ممكن يجيلك صداع، فعلا صداع حقيقي من كتر ما الدنيا حواليكي مكركبه. عمرك ما هتعرفي ترتبي افكارك. فلا، رتبي اوضتك علشان اولا افكارك تترتب، نفسيتك تكون احسن. بعد كده هتحسي ان انت اصلا عملتي انجاز، يعني اول ما صحيتي كده في انجاز حصل في حياتك. تالت حاجه، ادخلي خدي الشاور بتاعك، اطلعي البسي هدوم حلوه قوي قوي، حطي عليها برفيوم، صلي، بعد كده افطري. حاولي تفطري كمان حاجه صحيه، يعني حتى لو انت مش ماشيه على دايت او مش عايزه تعملي دايت، افطري حاجه صحيه. دايما خلي فطارك فيه بروتين. ولو عملتي بقى الفطار كده بطريقه حلوه بجد هيظبط لك المود جدا جدا. اعملي السكين كير روتين بتاعك، ما تنسيش ابدا ابدا السان بلوك. بعد كده لو عايزه تحطي ميك اب، سواء قاعده في البيت حاطه ميك اب خفيف، او لو عايزه تنزلي عندك شغل، عندك تمرين، عندك اي حاجه، المهم انك فعلا تنزلي تشوفي الشمس الصبح. الشمس بتاعت الصبح دي بجد بتفرق في النفسيه جدا وبتغير لك مودك. خصوصا بقى احنا داخلين على الشتاء، والشمس بتاعت الشتاء بتبقى خطيره. مين فيكم هنا بيحب شمس الشتاء؟ اكتبوا لي في الكومنتس، عشان انا بجد احلى شمس في حياتي هي الشمس بتاعت الشتاء. بحس كده ان هي دافيه وطيبه وفيها حضن كده، مش عارفه، وفيها يعني عارفين، بحس ان فيها كمان ذكريات. حتى لو انت مش محتاجه تنزلي علشان شغل او تمرين او اي حاجه، انزلي اتمشي في الشارع في الشمس، هيفرق في مودك جدا جدا. بعدين هتعملي طبعا الحاجات اللي لازم تعمليها في اليوم ده. عاملين التو دو ليست بتاعتنا من قبليها بيوم يا بنات، علشان لازم ننام واحنا عارفين بكره هنصحى نعمل ايه. لو انت نمتي من غير ما تصحي تبقي عارفه انت هتعملي ايه، بجد يومك مش هيكون منظم خالص. دي بجد من اهم الاسرار، انك تعملي التو دو ليست بتاعتك قبل ما تنامي. مش لازم قبل ما تنامي على طول، بس قبليها بيوم، يعني ده المقصود. علشان برضو قبل ما تنامي على طول ممكن تبقي تعبانه شويه فتكسلي. واحلى تخطيط في الدنيا التخطيط الاسبوعي، يعني
الاسبوع كده اعملي اهم الحاجات اللي انت لازم تعمليها خلال الاسبوع ده علشان تبقى منظمه خلال الاسبوع. لو ظبطتي اصلا الاسبوع بتاعك، يعني دايما ابداوا بالحاجات الصغيره، اظبطي اسبوع بعد كده اظبطي الشهر، فاصلا شهر في شهر هتلاقي الدنيا كلها ظبطت معاكي. فانت اعملي كل المهام اللي لازم تعمليها في اليوم ده، سواء كان هتروحي الجيم، هتروحي الشغل، هتعملي بقى شويه ميتنج، ايا كان انت ايه اللي موجود في حياتك، هتروقي البيت، هتطبخي النهارده. كل واحد عنده ظروف مختلفه، كلنا مش شبه بعض، عندك جامعه، عندك مذاكره، كل واحد هنا من فئه، يعني فئه عمريه مختلفه وكمان اجتماعيه وحاجات دي كلها. فكل واحد يعمل الحاجه اللي لازم يعملها خلال اليوم. وطبعا ما تنسيش خلال اليوم تصلي كل فروضك. بجد الصلاه من اكتر حاجات كمان اللي بحس ان هي اولا بتخلينا عندنا شيء من الالتزام في حياتنا عموما، بتعلمنا الالتزام، بتعلمنا الاستمراريه، لانه احنا علشان نكون شخصيات ناجحه لازم نستمر على الشيء. فكره انك تبداي وبس دي مش بتخليكي توصلي لاي حاجه. فالصلاه بتعلمك التزام بالمواعيد، بتعلمك استمراريه، بتعلمك تنظيم المواعيد، فبتعلمك حاجات كتيره قوي قوي، غير طبعا ان هي فرض علينا كلنا، وغير الراحه النفسيه اللي بتحس بيها لما بتخلصي فعلا فروضك كلها. بجد بتكوني حاسه ان انت عملتي حاجه حلوه النهارده. واخر حاجه هتعمليها في يومك هي التو دو ليست بتاعت تاني يوم. هتعملي اهم الحاجات اللي انت لازم تصحي تعمليها تاني يوم. النقطه دي بترتب لك حياتك، لو ما عملتيهاش بتحسي ان انت ماشيه كده وسرحانه كده في الحياه وخلاص. واحنا ما جيناش الدنيا عشان نبقى ماشيين كده بنعبط، وبنلاقي نفسنا اليوم راح مننا ويوم جر يوم، وفي الاخر ما عملناش اي حاجه، وفي الاخر سنه بتجر سنه، واحنا خلاص فاضلنا 60 يوم. 60 يوم يا جماعه والسنه تخلص. فعايزين السنه دي تخلص واحنا فعلا عاملين اي حاجه. ممكن على الاقل تاخدي حاجه واحده بس تعمليها لمده 60 يوم، وبجد هتفرق في حياتك جدا جدا. واخر حاجه بقى، ردي على الناس اللي انت المفروض تردي عليهم، ده لو باقي لك وقت اصلا في يومك، وبكده هتكوني مشغوله. فبالتالي انت شخصيه جذابه، فبالتالي انت شخصيه تقيله، بس تقيله بجد، مش تقيله وخلاص، مش تقيله ان احنا بنمثل. وانا برضو هنا مش بعلمكم التقل خالص، انتوا عارفين ان انا مبدئي في الحياه انه الدنيا لازم تكون سهله. احنا موجودين في حياه بعض، كلنا اصحاب، ناس مرتبطين بيهم ارتباط عاطفي او صداقه او اخوات، كلنا موجودين في حياه بعض عشان حياتنا تبقى سهله ولذيذه وجميله واحن واجمل. لكن فكره ان انت تتقلي على بني ادم علشان هو يتعلق بيكي ده مرض. انا ما بحبش الامراض وما بحبش جو ان احنا نبقى قاعدين نعمل مايند جيمز والكلام ده كله. بجد يا جماعه كلام مرهق ذهنيا جدا جدا. مش عارفه اصلا الناس ازاي بتقعد تفكر تعمل كده، فاضيين، ده بجد ناس فاضيه. وعايزه اقولك على حاجه، مفيش بني ادم بيتجاهل بني ادم، يا اما هو ما بيحبهوش يا اما هو حياته مشغوله تماما، هو مش بيتجاهلك. دي من ضمن الحاجات برضو اللي انا اخدت بالي منها الفتره الاخيره. لو انت في حد في حياتك وحاسه ان هو متجاهلك، هو مش متجاهلك، هو عايش حياته، انت ما عندكيش حياه تعيشيها، فبالتالي حاسه ان هو متجاهلك، لان انت قاعده طول الوقت مركزه هو بيعمل ايه، بس هو مش مركز معاكي عشان هو مركز في حياته، هو بيعمل ايه، مركز في مستقبله ومركز في شغله، وانت قاعده مركزه في حياته هو. فبالتالي هو مش متجاهلك، انت اللي قاعده متجاهله حياتك، انت شخصيه متجاهله مستقبلك، متجاهله دورك في الحياه اللي المفروض تعمليه. فاشغلي نفسك بدورك انت في الحياه ودورك في حياه نفسك، واشغلي نفسك بمستقبلك. بعد كده هتلاقي الناس كلها حواليك هي اللي بتدور عليك. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو وصلتوا لحد اخر حته في الفيديو عرفوني، بس مش اكتر. مع السلامه.